أهلا بيكم. تخيلوا كده ممكن تعملوا توزيعات احترافية وشكلها يجنن زي دي، وكل ده من الموبايل بس. في الشرح ده هنبدأ مع بعض رحلة إبداعية خطوة بخطوة، ونشوف إزاي نحول أي فكرة في دماغنا لهدية حقيقية وجميلة لأي مناسبة. السؤال اللي ممكن يجي في بال أي حد، إزاي يعني الموبايل بس هو اللي هيطلع الشغل الاحترافي ده كله؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هنعرفها مع بعض في الدقايق اللي جاية. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا. أول حاجة هنشوف إن المشروع ده ينفع لأي مناسبة، بعدين هندخل في تصميم الكارت نفسه خطوة بخطوة، وهقول لكم على سر اللمسة الاحترافية في التغليف والألوان، وبعدها مرحلة الطباعة، وفي الآخر خالص هنجمع كل ده عشان نوصل للتحفة الفنية النهائية. تمام، يلا بينا نبدأ على طول في أول قسم، مشروع لكل مناسبة. الفكرة هنا هي إزاي ممكن ناخد فكرة بسيطة ونحولها لهدية ليها قيمة وشكلها حلو. أحلى حاجة في المشروع ده إن هو تصميم واحد بس، ممكن نستخدمه في عدد لا نهائي من المناسبات، يعني أفراح، تخرج، سبوع، أعياد ميلاد. كل اللي بنحتاجه هو إننا نغير كام كلمة أو عنصر بسيط جوه التطبيق وخلاص كده. تمام. بعد ما فهمنا قد إيه الفكرة دي مرنة، ندخل بقى على التنفيذ العملي. القسم التاني تصميم الكارت. هنا بقى هنعمل المخطط الرقمي بتاعنا خطوة بخطوة، واللي أهم من كل ده إننا هنستخدم تطبيق مجاني تماماً. يلا بينا نبدأ في أساسيات التصميم. أول حاجة خالص هنفتح تطبيق كانفا ونختار حجم مخصص أو كاستم سايز. الخطوة التانية هنحدد المقاسات بتاعتنا تبقى 7 سنتي في 10 سنتي، وده يعتبر حجم مثالي جدا لكارت التوزيعات. وأخيرا عشان نسهل على نفسنا هندور على قالب جاهز ومجاني يكون مناسب للمناسبة بتاعتنا، يعني لو بنعمل حاجة الفرح ممكن نكتب في البحث الزفاف وهيطلع لنا اختيارات كتير قوي. أول ما نختار القالب اللي عاجبنا تيجي مرحلة اللمسة الشخصية بتاعتنا، بنغير بقى في الكلام ونحط الأسماء والتواريخ. أهم نقطة هنا وخلوا بالكم منها، لازم نسيب حتة فاضية في نص الكارت بالظبط، لأن دي اللي هنلزق فيها الشوكولاتة في الآخر. ولما نخلص كل حاجة بنحفظ التصميم بصيغة PNG. ودلوقتي نيجي للقسم الثالث، وهنا بقى التركاية كلها، اللمسة الاحترافية في التغليف والألوان. ركزوا معايا عشان ده السر اللي بيخلي الشغل بتاعنا شكله احترافي بجد. عشان نعمل الغلاف بتاع الشوكولاتة نفسها الموضوع بسيط قوي. هنبدأ تصميم جديد في كانفا، بس المرة دي هنختار نوع ملصق مربع أو سكوير ستيكر. مهم قوي نختار قالب يكون ماشي مع تصميم الكارت الأساسي عشان الشكل النهائي يبقى متناسق. والنقطة الحاسمة هنا لازم نقيس حجم الشوكولاتة اللي هنستخدمها ونظبط مقاس الملصق على أساسها بالظبط. وهنا بقى نيجي للسر اللي بينقل الشغل من مجرد حاجة شكلها حلو لحاجة شكلها احترافي ومحترمة جدا. المصطلح ده اسمه هيكس كود أو كود الهيكس. ما تتخضوش من الاسم، هو ببساطة كود بيتكون من 6 حروف وأرقام زي اللي ظاهر قدامنا ده. وظيفته إنه بيحدد درجة لون معينة بدقة متناهية، وده اللي بيخلينا نقدر نعمل تطابق مثالي بين التصميمات المختلفة. طيب إزاي نستخدم الكود ده؟ الطريقة أسهل مما نتخيل. أول خطوة من تصميم الكارت الأساسي بتاعنا بنجيب كود الهيكس بتاع لون الخلفية. تاني خطوة بناخدوه كوبي، والخطوة الأخيرة بنروح لتصميم غلاف الشوكولاتة، وفي إعدادات لون الخلفية بنعمل بيست أو لصق للكود ده، والنتيجة تطابق لوني احترافي بنسبة 100%. تمام قوي. وصلنا للقسم الرابع من التصميم للطباعة. هنا بقى المرحلة اللي بنحول فيها كل شغلنا الديجيتال ده لواقع ملموس نقدر نمسكه في إيدينا. عشان نجهز الملف للطباعة بشكل اقتصادي، هنفتح مستند جديد في كانفا مقاس A4، وبعدين هنرص تصميمات الكروت جنب بعض عشان نملى الصفحة كلها ونستغل كل مساحة. وفي صفحة تانية هنعمل نفس الكلام مع تصميمات التغليف. والخطوة الأهم على الإطلاق ومحدش ينساها، لازم نحفظ الملف النهائي بصيغة PDF، لأن دي أحسن صيغة بتضمن إن جودة الألوان والتفاصيل تطلع ممتازة في الطباعة. طيب لما نروح المطبعة نطلب إيه بالظبط؟ السلايد ده بيلخص كل حاجة. نطلب ورق نوعه كوشيه ووزنه يكون 300 جرام عشان الكارت يبقى ماسك نفسه وتقيل، ونوع الطباعة يبقى ليزر عشان الألوان تطلع واضحة وحلوة. تكلفة الورقة الواحدة تقريبا بتبقى في حدود من 12 ل 15 جنيه. وأخيراً وصلنا لأمتع قسم، القسم الخامس، تجميع التحفة الفنية النهائية. ودي أحلى خطوة في الرحلة الإبداعية بتاعتنا كلها. وزي ما بيقولوا الشغل الهاند ميد جميل وممتع جدا، خصوصا لما بنكون عاملين التصميم بنفسنا من الصفر. الإحساس ده فعلا لا يوصف لما نشوف فكرتنا بتتحول لحاجة حقيقية في إيدينا. خطوات التجميع نفسها سهلة وممتعة. أولاً هنقص كل الكروت والأغلفة اللي طبعناها بالراحة وبدقة. ثانياً هنجيب مسدس شمع ونثبت بيه قطرة الشوكولاتة في المساحة الفاضية اللي كنا سايبينها في الكارت. وأخيراً هنلزق الغلاف المخصوص بتاعنا فوق الشوكولاتة، وبكده الشكل النهائي يكتمل. والجميل في الموضوع إن عندنا طريقتين للتقديم.
ممكن نقدم التوزيعة كاملة، يعني الكارت وعليه الشوكولاتة المتغلفة، أو ممكن نكتفي بالشوكولاتة بس وعليها الغلاف المخصص بتاعها، والاتنين شكلهم تحفة بصراحة. وده بيورينا قد إيه الفكرة دي عملية ومرنة جدا، تنفع لأي احتفال ممكن نتخيله، أفراح وخطوبة، حفلات تخرج، أسبوع، أعياد ميلاد، وحتى في الأعياد والمناسبات الدينية بيبقى شكلها جميل قوي. ودلوقتي السؤال الأهم ليكم، يا ترى إيه هيكون إبداعكم اللي جاي؟